بصوا انا اللي نزلت البوست اصلا من ورا محمد، هو ما يعرفش اصلا ان انا نزلت البوست. انا قلت اعمل كده يمكن هو ما يشوفش الاسئله وما يحضرش اجابات فما يقتناش زي المره اللي فاتت، لازم هو كان هيشيل لنا كلنا باجاباته. ماشي، فانا بس مش عارف هو نايم كده ليه، شكله غريب قوي. فيلا نحضره ونبدأ ونصحيه. ماشي يلا. يا بجحتك يا اخي، بجحتك يا بجح. يلا جاهزين. محمد، ايه؟ حد مات؟ لا محدش مات. يبقى الاجازه خلصت. الاجازه؟ لا لسه بدري. ما تقولش النتيجه طلعت. لا ابوس ايدك، مش ناقصه نكد، ما نزلتش الحمد لله. طب الحمد لله، يعني مفيش حاجه يعني. صحيني ليه يا عم؟ سيبني نايم. لا بص اصحى، بس اصحى يلا عشان هنسجل اسألني 5. لما بنزل بوست يعني بنصوره. هو بالنسبه للحته دي هو انا فتحت صفحه يعني ونزلت فتحت الصفحه؟ بص عشان الناس تنزل اسئله من ورايا. تقدر تقول لا فتحتها من وراك. يلا بس يلا نبتدي. يلا هنبتدي بقى بالاسئله الصغيره. ماشي طيب اتفاق كده. الاسئله الكبيره هناخد منها افضل سؤال او سؤالين بس، كفايه قوي كده. ماشي. انا غلطان ان اديتك الصفحه. وراك وقت قد ايه؟ ايه ده اللي لقيته ورايا؟ اللي لقيته وراك؟ تعبي كله راح في لحظه ماشي يلا نبتدي بالاسئله الصغيره. ربنا يستر عليا. مش عارف نزعل نفسه عليا. سلمى، بتجيب تقديرات ايه في الكليه؟ على حسب، انا مش بقالي كتير في الكليه، بس يعني انا في اعدادي جبت امتياز، بس السنه دي مش هشمها. رجاء، ملخص الحياه في 3 كلمات بالنسبه لحضرتك يعني. انها مزريه جدا. مريوم، بعد ما تخلص كليتك هتكمل في عمل فيديوهات ولا هتشتغل في حاجة تانية او في شغلك؟ لا عادي، هكمل مكبر عمل فيديوهات. انا بعملها عشان انا بحبها، مش عشان اقضي وقتي كده وخلاص. وكمان هشتغل اللي انا بتعلمه، ما فيهاش حاجه دي، ما فيهاش مشكله. ده عشان كده انا بحب الفيديوهات، اللي انا اقدر اعمل اللي انا عايزه في اي وقت. بلال، هو ايه الفرق بين الاجازه والدراسه غير اننا بنعمل اللي بنعمله بضمير وما بننامش؟ لا في فرق كبير. في الاجازه مش مجبر خالص، لا ذاكر، لكن في الدراسه مجبر، في حاجه بتأنبني ما حصل هتنيل هشيل، لازم اذاكر. لكن في الاجازه عادي قاعد بقى انتخ كده ما بعملش اي حاجه. بروت. مارك، عايز منك نصيحه لعمل فيديوهات. بص يا سيدي، ما تخافش وانت قدام الكاميرا، واللي انت عايزه اطلع بطبيعتك، بس خليك محترم طبعا. شويه هتلاقي نفسك بتقول شويه الفاظ وان انت شايفها عادي والناس التانيين مش شايفينها عادي، بس هيبقى حاول تبطلها يعني. هيتحرق دمك كتير، هتلاقي اللي بيحبوك وهتلاقي اللي بيكرهوك، وكمل وربنا يوفقك ان شاء الله. انا بصراحه الاسم ده بيلخبطني. الاء او علاء، لما كنتش تعمل فيديوهات كنت ممكن تعمل ايه بديل ليها؟ تصدق مش عارف، تقريبا ما كنتش هعمل حاجه تانية، كنت برضه هعمل فيديوهات لان انا حابب الموضوع جدا يعني. شكرا. ايه اكتر صفه بتكرهها وايه ممكن يحرق دمك ويستفزك؟ اكتر صفه بكرهها هي النفاق، يعني ما بحبش الناس المنافقه دي خالص. واكتر حاجه بتضايقني ان يبقى واحد قاعد قدامي بيكذب وانا عارف انه بيكذب، يعني انا خلاص، ما انا قفشته انه بيكذب بس هو مكمل برضه، بس عادي يعني عادي. ربنا يرحمنا من البني ادمين دول. احمد، انت بتتفرج على انمي؟ كنت بتفرج على سبيستون تمشي دي، عارف الراجل اللي هو كان بيمد ايديك مطاط ده، قرصان، بس يعني ما ابتديتش اتفرج عليه لان حلقاته ما بتجيش مرتبه ولا اي حاجه، بس عندي اصحابي كتير قوي بيتفرجوا عليه، يعني حافظين قصص بيقعدوا يتخانقوا عليها لو حد فيهم قال معلومه غلط. ناس غريبه. اسامه، انت بتصور بكاميرا ولا موبايل؟ بموبايل، ما حلتيش غير والله العظيم. روما، ليه ما فيش اهتمام بالطلاب الازهر في الفيديوهات والاعلام؟ ليه الازهري كائن مهمش؟ لا اكيد في ناس بتتكلم عليه، بس يعني انا ما اعرفهمش كلهم، بس في نعمه حسنين دي تلاقي اصلا هي طالبه ازهريه وبتعمل برضو فيديوهات مشهوره اشهر مني بكتير، وبتنزل فيديوهات عن الازهر يعني ساعات، بتتكلم عن المشاكل بتاعتهم. وانا ما بتكلمش على الازهر لاني ما اعرفش حاجه عنه، انا ماليش اي احتكاك، ماليش اي حد من اصحابي فيه. حتى لما حد بيقول لي اعمل عليه فيديو بقول له ماشي، بس انا برضو لما باجي اعمله انا هقول ايه؟ انا ما اعرفش، انا ما عشتش المعاناه بتاعتهم، ما عشتش اي حاجه. اسماعيل، ايه هيكون دورك في المجتمع لو بقيت اليوتيوبر رقم 1 في الشرق الاوسط؟ الشرق الاوسط مره واحده؟ بص يعني هي حاجه كبيره قوي يعني لو حصلت، بس هي مستحيل انها تحصل لي انا بالذات. هو مفيش حاجه بعيده عن ربنا، بس برضه مستحيل يعني.
مش عارف، بس انا في دماغي حاجات كتير قوي عايز اعملها. عايز يعني نفسي يوتيوب سبيس يبقى موجود في الوطن العربي، اطور صورتنا او اجمل صورة العرب قدام العالم اصلا في اليوتيوب، وهساعد كل الناس اللي هي محتاجة يعني مساعدة، اللي هي بتحب المجال ده وداخلاه عشان هي بتحبه. بس مش هساعد الناس اللي هي مش صافية من جواها او المنافقه اللي هي بتاعت مصلحتها، لان انا اصلا ما بحبهمش وما بعرفش اتعامل معاهم. ولو بقى معايا فلوس انا في دماغي حاجات تانية عايز اعملها، منها اللي انا هنزل الشارع اصور في الشارع، عايز اساعد الناس. افكار كتير جدا كده في دماغي يعني، ربنا يوفقني وممكن اوصل يعني، ليه لا. فالروح اكتر حاجه هتعملها. مالك يا ابني؟ هي بصراحة اللي كاتبة السؤال كده معرفش. اكتر حاجه بعملها قاعد على الكمبيوتر، لاني بعمل فيديوهات ومحتاجه اديت، وانت عارف بقى اسالني بيحتاج كام ساعه اديت؟ 3 ساعات على الاقل. وفي الدراسه تقريبا بذاكر، بس ثواني ايه الذكاء ده؟ اكتر حاجه بعملها بتنفس يا عم، بتنفس. يسرا، عندك كام كراش؟ تعرف تعدل كام؟ انت شبه اصلا بورس الجعان. بتقول حاجه؟ لا ما بقولش حاجه. السؤال اللي بعده، جنجون، نفسك تقول لي الكراش ايه ناو؟ انهي واحده فيهم؟ اي واحده خلص لي، هتزيط عليا. انتوا كيوت قوي كلهم؟ ايوه يا ابني طبعا، امال كنت هعجب بيهم ازاي؟ لا وجهه نظر برضه. جنجون ترجع تسال تاني، كان نفسك تدخل كليه ايه؟ هندسه. هي كانت هندسه على طول دايما يعني. شهد السيد، شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ في الحمام يعني، هو اكيد كمان 5 سنين اكيد تقريبا هخش الحمام يعني، لاني اصلا ما اعرفش اجابه تانية للسؤال ده. مارتينا، ليه الاب والام لما تكون نايم يشتغلوا النور ويطفوا المروحه والتكييف؟ ليه؟ هي اللي كاتباها كده برضه صح؟ هي اللي كاتبة كده برضه. بص، هو مفيش تفسير علمي اللي بيعملوه ده خالص، مفيش. بيكرهونا، عايزين يوفروا، هم شايفين ان هم كده هيوفروا في الكهرباء، ما تعرفش، مفيش تفسير. ماريا، دخلت هندسه ازاي مع ان مش باين عليك دحيح يعني؟ او النبي يا اختي تعالي قول لاصحابي والواد ده لسه مش مصدقين خالص. ده سهل. اللي بعده، امال، نعمل ايه في بنت اخدت صوره صاحبها وعملت بيها حاجات مش كويسه؟ هي ايه السؤال ده؟ مش عارف، في حاجه غلط. صح، في حاجه غلط فعلا. هي بنتي السؤال ده عملته في صوره الواد. بصوا نعلقها في النجفه ونمدها، لا ما تعمليش كده يا ماما تاني، حرام عيب. اسماء، اكتر غلطه عملتها وندمت عليها، وايه الغلط اللي عملته واكتشفت انك كنت صح؟ اكتر غلطه عملتها وندمت عليها اني قلعت النضاره وانا باخد صوره البطاقه. يا لهوي، الصوره وحشه قوي، وحشه جدا. تخيل ليها تقعد معايا بعد الكليه يعني، دي عامله لي ازمه دلوقتي. ده انا كل ما اخش مكان وحد يطلب مني البطاقه اقول له ما يضحكش، يقول لي نعم. اول ما ياخد البطاقه بيعرف انا كنت بقول له كده ليه. يا عيني والله العظيم ضيعت نفسي. والله مش عارف، بس انا على طول حاسس ان انا صح، مش عارف ليه. رورو، ادخل عماره ولا؟ خش يا اختي، الباب مفتوح، خش. بصي، هو يعني ايه، عشان وانت داخله عماره ابقى عارفه اللي انت في ايام مش هتنامي فيه خالص. مع كده يعني تقدري تقولي ان احنا ايه، ما عندناش مذاكره كتير، او عندنا بس في الاخر يعني قبل الامتحانات هيبقى عندك وقت تلمي فيه الماده، لانك مش هتبقي فتحتيها اصلا طول السنه. بس لو هتخشي عماره خلاص قررتي، اتعلمي البرامج دي في الاجازه، اوتوكاد وسكتشر وفيري، هيفيدوكي جدا واستخدميهم. حتى هم هيقعدوا يقولوا لك ارسمي بلوح، ارسمي بلوح وكده، بس يعني ايه، دي حاجات كده بتنفعك في الشف كربونه والكلام ده، هتعرفوا ما تخشوا عماره. مهند بيسال، هندسه حلوه ولا ايه؟ بفكر ادخلها وخايف من اللي بسمعه. عارف حبه النوم اللي انا كنت نايمهم دلوقتي دول من ترم في هندسه، بقالي اسبوع نايم. بس بص، لو هو بيحب هندسه يخشها، لو هو عاوزها خلاص يخشها ومالوش دعوه، ويذاكر جوه، وكل حاجه صعبه هتبقى ان شاء الله سهله. واللي عايز ينجح ما بيشوفش دي سهله ولا صعبه، بيشوف بس اللي هو عايز ينجح. محمد، قول لنا ذكرياتك مع الثانويه العامه. ذكرياتي مع الثانويه العامه؟ لا ده كتير قوي يا عم. بص، انا كنت عملت لها لايف كده، حكيت فيها شويه عن الثانويه العامه، بس يعني هقول لك حاجه كده مختصره خالص صغيره كده. لو انت في الثانويه العامه في الاخر وانا في الامتحانات كنت فاكر ان انا ناقص كتير في كذا امتحان، حسيت ان انا يعني فقدت الامل، انا خلاص مش داخل هندسه كده، خلاص دي ضاعت مني. بس اما الشهاده طلع العكس خالص. فخلي عندك امل لو انت في الثانويه العامه يعني، وان شاء الله خير. احمد، فطرت ايه النهارده؟ فراخ ورز تقريبا وملوخيه. علاء، ايه افضل مسلسل في رمضان من وجهه نظرك؟ هو انا رمضان ده ما تابعتش مسلسلات اساسا، بس يعني ايه، وانا قاعد قدام التلفزيون كان عجبني بصراحه اللي هو مسلسل كفر دلهاب. محمد، ايه برنامج الصوت اللي بتستخدمه؟ والله العظيم انا ما بستخدم برنامج صوت،
انا ما بغيرش صوتي، تغيير الصوت ده خرا وانتم مش هتفهموا اي حاجه من الكلام. انا بسرع الفيديو عشان الفيديوهات ساعات بتبقى كبيره جدا عشان وقتكم، بس مش اكتر من كده. فما طبيعي ما بسرع الفيديو الصوت بيتغير معاه. وفي الاول كانت الناس عاجبها كده فانا استمريت على كده. انا ابتديت ابقى حافظ الاجابات من كتر ما اسئلتهم بتتكرر. نبي عبد عصام، ولو غلطت في الاسم معلش ما تزعلش مني. هل فكرت تبقى جيمر؟ وهل ليك اصلا في لعب الكمبيوتر؟ لا ما فكرتش ابقى جيمر، يعني بصراحه مش حاببها قوي. هو انا ممكن ابقى اعملها كده في يعني ايه واحنا قاعدين كده، يعني اي لعبه بستكشفها جديد ولا اي حاجه ابقى اعملها. وماليش قوي في لعب الكمبيوتر، يعني هو يعني ايه، هو اخر كول اوف ديوتي دي الالعاب اللي انا بحبها يعني. تامر، انت عديت من الفاينل ازاي يا محمد وحياة ابوك؟ لا لا عديت. احيي، لا ربنا يستر. واخر سؤال، صمد، لما توصل ل100,000 مشترك ناوي ساعتها تعمل فيديو عن ايه؟ وهو انت ممكن تبطل ترد على بعض التعليقات لما تبقى مشهور، لان معظم اليوتيوبر لما بقوا مشهورين بطلوا يردوا على التعليقات. اعتقد ان الفيديو اللي هيبقى سبيشال قوي في 100,000 مشترك اما الدرع يجي بقى، وهو بيقعد كتير قوي عمال ما يجي. بس ده لو وصلت اصلا 100,000 مشترك شكلي كده مش هوصلها. اما بقى بالنسبه للتعليقات انا هرد كده كده، بس المشكله دلوقتي ان انا بقيت ارد متاخر ومش بعرف ارد على كله، لان مش كل التعليقات بيبقى عندي ليها رد، بس مش اكتر من كده. انت بتقول ده اخر سؤال صح؟ انا هنام. عارف لو صحتني تاني؟ استنى، انت رايح فين؟ انت مش هتنهي الحلقه؟ انهيها انت. انهيها انا؟ ماشي. بس وكده الفيديو خلص. الاسئله اللي ما اتسالتش معلش، بس الاسئله كبيره قوي وما ينفعش عشان وقت الحلقه ما يبقاش كبير. بس فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب. كان معاكم حنكش محمد احمد. سلام.